إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا من الرحمن. يا رب جميعا تكونوا بصحة وعافية. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده، هي عزومة في السريع بس. يعني سامحوني ان انا معرفتش برضو اصور كويس، عشان انتوا عارفين وقت العزومات الواحد برضو بيبقى يعني مستعجل، وخاصة بقى لما تبدأوا تحطوا الأكل للناس والكلام ده. الواحد فعلا بجد يعني بيبقى مش مركز بقى ان هو هيصور والناس بقى موجودة وكده يعني. بس ان شاء الله هتعجبكم الوصفات، هعمل وصفات حلوة جدا. طبعا الفراخ انا بغسلها بمحلول المية والملح والسكر والليمون. يبقى مية وملح وسكر وليمون، خل لا، الخل بيثبت الزفار. وبعد كده بقى بغسلها غسلة حلوة كده وانضف بين الجلد واللحم. بفتحها خالص، حتى لو انا هسلقها لازم برضو اطلع بين الجلد واللحم. تمام تمام. هنا بقى انا بفتحها علشان ايه؟ علشان انا دلوقتي هعمل لها خلطة حلوة قوي، عملناها مع بعض كتير. أه بنحطها في الشوي في الفرن، بس انا بقى ايه، المرة دي بقى انا هعملها في الكيس الحريري. هتعجبكم قوي قوي قوي، هتبقى في منتهى الجمال بصراحة. هنا بقى الخلطة أنا عملتها في الكبة بتاعتي: بصل مع طماطم مع عايزة أقول لكم مع فلفل حامي مع فلفل رومي، وعملناها مع بعض كتير. وكل التوابل انت بتحطيها، بس انا بقولك مع التوابل في نوع من التوابل ده بقى اللي بيديكي طعم الشوي حلو جدا. كل التوابل حطيها، حطي قرفة، حطي جنزبيل، حطي كزبرة، حطي توم، حطي بصل، حطي بصل يعني بودر، توم بودر، حطي يا ستي فلفل اسود، ده طبعا الاساس بتاعنا، والملح طبعا اساس. بس انا عايزه اقول لك من كل اللي احنا بنقوله دوت وسبع بهارات والكلام ده كله، كل دوت تمام. بس انا عايزه اقول لك على نوع حلو قوي، لو جبتيه من عند العطار وعملتي بيه الفراخ، عايزه اقول لك هيطلع لك الفراخ في حته تانية خالص. هيبقى الطعم مميز، والطعم هيبقى في منتهى الجمال. ده اللي بيطلع الفراخ المشويه حلوه قوي. حاجه اسمها كده من عند العطار سماق، هتروحي تقولي له اديني ب10 جنيه سماق. السماق ده هتحطيه مع التوابل اللي احنا حطيناها، وشوفي بقى طعم الفراخ المشوية بتاعتك هتطلع طعمها ازاي. عايزة اقولك حاجة كده في منتهى الجمال. تمام تمام. خلاص انت هنا بتتبلي الفراخ بتاعتك، وبتركنيها شوية كده جنبك، يعني على حسب الوقت والوقت بتاعك. انا عايزه اقول لكم ان انا عملتها وحطيتها في التلاجة، والكلام ده انا كنت بعمله قبليها بليلة. يعني كنت بالليل كده بدأت ايه، اعمل شوية حاجات عشان الوقت منك ما يجريش، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما يكون عندك عزومة على قدر المستطاع اعملي قبليها بيوم الحاجات اللي تنفع تتعمل تحط في التلاجة، وده لسبب مهم جدا. بصراحة أنا ما كنتش بعمل كده زمان، وده كان أكبر غلطة أنا بجد بجد بقع فيها، إن أنا كنت بعمل كله يوم العزومة، وده أكبر غلط. أنا عايزة أقول لكم إن فعلا الواحد بيبقى قاعد مجهد، قاعد تعبان، الإجهاد بيبان طبعا عليكي، والناس بتبقى قاعدة برضو واخدة بالها منك، واخدة بالها إنك أنت طبعا مجهدة وتعبان. وده أكبر غلط أنا كنت بقع فيه، وأنا بعترف بالغلط بتاعي علشان الغير يتعلم الصح. هنا بقى كنت بعمل هنعمل سمبوسة. كل أنواع الجبن اللي في التلاجة بتاعتك حتى المركونة طلعيها. عندك عليها جبن مثلثات تمام، جبنة موزاريلا تمام، جبنة ميكس تمام. عندك بقى الفلفل ألوان، يا سلام، هتديكي بقى طعم السمبوسة في حتة تانية خالص. أنا عايزة أقولك أنا هنا بصراحة فتحت السمبوسة بتاعتي، للأسف الشديد لقيتها وحشة وبايظة. لقيتها وحشة وبايظة للأسف، يعني كان نوعها تقريبا وحش، وأنا خدتها حطها في الفريزر، وللأسف الشديد لقيتها للأسف عملت يعني خلاص هي بايظة، وكان الله بالسر عليم يعني.
فبعدت اجيب واحده تانية علشان زي ما قلت لكم السمبوسه حلوه قوي ان انت تعمليها، خلي بالك، وتحطيها في كيس نايلو وبعدين شيليها في التلاجة، مش في الفريزر، في التلاجة عادي خالص. ولو حابه برضو تعملي باللحمه المفرومه المتعصجه اعملي، بشاورما اعملي، بسجق اعملي، وحطيها في التلاجة. بس المهم تكوني حطاها في طبق، والطبق نفسه لبسيه في كيس نايلو، الكاس بتاعتنا العادية خالص أو شنطة نايلو يعني، وحطيها في التلاجة، هتطلع تاني يوم بجد زي العسل. هنا بقى قلت ايه هنعمل الحشو بتاع الممبار. طبعا عملناه مع بعض كتير، بس احنا ايه قلت برضو ايه في السريع كده اقول لكم. طبعا بقطع بصل كتير وبعدين بحط عليه ملح وفلفل ونعناع، وعايزه اقول لكم النعناع هو اللي بيطلع المحشي والممبار، بيدولك طعم حته تانية خالص. وبعدين طبعا بدعكم بايديا جامد جدا، وبعد كده احط كل اللي احنا بنحطه مع بعض زينا زيكم بالظبط، الخضره والرز والصلصه، وخاصه طبعا لما بتكون الصلصه بتاعتك متسبكه، بكون طبعا مسبكاها بالبصل والكلام اللي انتوا عارفينه ده، واكون برضو ركناها في الفريزر. صدقيني برضو الوقت ما شاء الله يعني ما بتاخدش مني وقت طويل، المجهود والكلام ده كله بتحطيه على بعضه. وبعد كده تكوني طبعا غسله الممبار ده، بقى لازم يتغسل غسله تمام تمام تمام. طبعا بغسله برضو بالميه والسكر والملح والدقيق والليمون، وبعد كده اشطفه مره واتنين وتلاته. ما بسيبهوش يعني ما بستخدمهوش الا لما الاقيه بيصفي الميه بتاعته، الميه اللي هي البيضه اللي زي الفل كانها ميه حنفيه، كأن اللي نازل منه ميه الحنفيه. ما بعملش اكتر من كده. لما بلاقي الميه بتاعته المتصفيه متعكره، لا طبعا برجع تاني اشطفه تاني مره واتنين وتلاته. وطبعا زي ما انتم شايفين الحشو دوت طبعا كل واحد على حسب ما اتعود يحشي ازاي. انا بالنسبه لي والدتي الله يرحمها ويغفر لها طبعا كانت معلمانا ازاي الحشو، كان سريع جدا وبعمله الحمد لله بسرعه قوي. وعايزه اقولك طبعا الخلطه بعد ما بتعمليها بالرز والخضره تحطي طبعا عليها زيت. وعايزه اقول لك اللي بيطلع الممبار مية مية الايه الزيت يكون زياده شويه، بيطلع لك الرز مفلفل ما بقاش معجن. هنا بقى عملنا كوبايه شاي كده نظبط بقى الدماغ بتاعتنا واحنا واقفين. ده طبعا الممبار ده تاني يوم الصبح، تاني يوم الصبح. لكن طبعا زي ما قلت لكم اللي ينفع يتعمل من بالليل اعمليه، اسمعي كلامي. لو انت عندك عزومه، هنا طبعا المكرونه بتاعتنا عادي خالص سلقناها وقلنا نعمل بقى مكرونه بشاميل، وزي ما قلت لكم عملناها مع بعض كتير. وبرده اللحمه كنت معصجاها من قبليها بليله، عشان برده زي ما قلت لكم نوفر الوقت والمجهود والتعب، ونبقى قاعدين مع الجوب بتاعتنا واحنا مش حاسين باجهاد وتعب. طبعا الكريمه برضو عملناها مع بعض كتير وكانت في منتهى الجمال. وتعالوا بقى قبل ما ننسى كده والشيطان ينسينا واحنا واقفين في المطبخ زي ما قلنا مع بعض قبل كده، اهم حاجة وانت واقفة الذكر، ذكر الله عز وجل بأي ذكر انت بتحبي تقوليه. وكمان اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب كتير وانتوا واقفين، بتشيل الهموم والله العظيم والحزن من القلوب، والكمان اي حاجة بتتمناها من ربنا عز وجل زودي الذكر الله والصلاة على الحبيب، وانتوا كل اللي بتتمنيه هتلاقيه بإذنك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هنا بقى خلاص حطينا الكريمة بتاعتنا وزودناها كده شوية فوق الوش. وهنا بقى بيضاية بيضتين بقى علشان ما شاء الله الصينيه كبيره واللبن، ونحط كده فوق الوش. ولو عندك جبنه موتزاريلا او جبنه ميكس على حسب ما تحبي حطي فوق الوش كده، بتديها برضو شكل وطعم جميل. هنا بقى هنرص البطاطس بتاعتنا، بطاطس عاديه خالص قشرتها وزي كانك هتعمليها صينيه بطاطس، بس احنا هنا مش هنعمل صينيه بطاطس، هنعمل صينيه حلوه قوي. وعاوزه اقول لكم الضيوف سابت مكرونه البشاميل ومسكت في الصينيه ديت من طعمها الجميل. هنا بقى بنرص البطاطس زي ما انتم شايفين ان انا بحاول ان انا اغطي على اي فراغات من تحت. وبعدين بقى هاتي بقى قطعه كده من بقيت بقى اللحمه المتعصجه اللي معاكي وحطي على الصينيه بتاعتك. تمام تمام. عايزه اقول لك البطاطس عادي متقطعه، بقول لك زي كانك هتعملي صينيه بطاطس، لكن دي زي ما قلنا مش صينيه بطاطس، دي صينيه بطاطس باللحمه المتعصجه. بس عايزه اقول لك هتوديكي في حته تانية خالص، ولو عملتيها لضيوفك بجد هيسعدوا قوي وهيفرحوا وهيسالوكي كمان على الطريقه.
هنا بقى بنحطها اهو زي ما انت شايفه، بداري على اي بطاطس باينه، اي بطاطسيه باينه يعني. وبقيه البطاطس حطيها فوق الوش عادي خالص، بتغطي كده عليها فوق الوش، ما فيهاش اي حاجه ولا فيها اي صعوبه. كل اللحمه المفرومه اللي باقيه عندك هنعمل بيها الصينيه الحلوه دي، علشان برضو نبقى زياده على السفره بتاعتنا. عملنا المكرونه البشاميل، وكمان هنعمل بقى هنا باقي برضو الكريمة بتاعتك، حطيها فوق الوش كده كأنها مكرونة بشاميل، بس عايزة اقولك اطعم كمان والله من المكرونة البشاميل. تمام تمام. وزي ما عملنا برضو مع المكرونة هنعمل مع البطاطس بتاعتنا الحلوة ديت. هتحطي فوق الوش برضو بيضاية وايه ونص كوباية من اللبن وشوية فلفل اسود كده فوق الوش. عايزة اقولك والله العظيم بتوديها في حتة تانية خالص. بصوا بقى الجمال. ويلا بقى على الايه، كده كده الفرن بتاعنا ايه، الفرن طبعا سخن مع مع المكرونه بتاعتنا. ويلا بقى نروح واخدينها كده ومدخلينها جوه الفرن. كده جوه الفرن بقى فيه ايه، بقى فيه المكرونه وبقى فيه البطاطس بتاعتنا. تعالوا بقى نجيب الفراخ الحلوه بتاعتنا دي من امبارح في الليل، من امبارح في التلاجة. حطيتها في التلاجة من امبارح وهي متبلة، وعايزة اقولك متبلة بقى من جوه وفي منتهى الجمال. هنا بقى مش هنحط في صواني ولا هن ايه، ولا هنشوي في الصينية زي ما بنعمل ولا على اي حاجة. هنجيب الأكياس الحرارية. بتجيبيها منين؟ بتجيبيها من عند المحلات اللي بتبيع الأدوات المنزلية، اللي هي مناديل ورق، الكرتون، الكلام دوت. وهنا بقى بجيب معلقتين كده من الصلصة الجاهزة، وعليها بقى بصوا زي ما شفتوا كده معلقة كده من الزيت. وبصوا تعالوا بقى قلبوا قلبوا قلبوا. ويلا بقى ايه، ندهن الايه الفرخة بتاعتنا من بره، من بره من جوه زي ما تحب. بس انا عايزه اقولك بتديها طعم حلو قوي، وعايزه اقولك بتديها حمار، ولا بقى بتحتاجي ان انت تطلعيها وترجعي تحطيها تحت الشوايه عشان تتحمر والكلام ده خالص. لا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده الأكياس بتبقى جايه معاها القفله بتاعتها في كده زي رباط كده زي ما انتم شايفين اهو. هو بيبقى باعت بعدد الأكياس. وما تقولي له، قولي له عايزه الاكياس اللي هي على حجم الفراخ عشان يديك الكيس اللي فيه 5 اكياس. الكيس على بعضه علبه كده كرتون جواها 5 اكياس. لكن لو قلتي له اللي هي بتتحط فيها مثلا البط مثلا او الوز لان حجمه بيكون اكبر، بيديكي برضو كيس كرتون جواه 3 بس. لكن هنا الفراخ بناخد ايه اللي هو فيه 5. هنا بقى برضو زي ما شفتي كده بقفل بقى وتحطي جوه الصينية. تمام تمام. هحط هنا بقى 3 مع بعض كده، وبفتح طبعا الكيس علشان لما بيدخل في السخونية طبعا هي ايه، السخونية هتخليه ينتفخ. فطبعا انا بفتح فتحة كده عشان ايه ما يفرقعش جوه الفرن. تمام تمام. وهنا برضو بندهن بقى الصلصة بتاعتنا الحلوة ديت بشوية الزيت. وهنا بقى نحط الفرخة التالتة. وعايزة اقولك طلعت بسم الله ما شاء احلى 100 مرة من ان انت تسلقي وتطلعي وتحمري والكلام ده. لا لا لا، بجد بجد يعني كانت حاجة كده في منتهى الجمال. هنا بقى هنحط، بصي انا برضو فتحت اهو الكيس. هنا بقى هنحط ايه، هنحط حوالي نص كوباية او 3/4 كوباية مية سخنة، مية من الحنفية. مش بس كده بس كده. وبعدين هنبدأ بقى هنا ايه نخلص حالنا كده. وكده كده زي ما انتوا عارفين ان الفرن طبعا سخن طبيعي. فهنحط بقى معاها، هنحط معاهم الفراخ بتاعتنا. طبعا جوه بقى مكرونة، جوه البطاطس، جوه الفراخ، ان شاء الله كله كده بيستوي مع بعض. تمام تمام. هنا بقى كنت عملت على البوتاجاز عادي خالص في الحلة بتاعتنا العادية خالص لحمة، طاجن اللحمة او اللحمة ببصلة او كباب حلة على حسب ما كل واحد بيسميه. معاه بقى فلفل الوان ومعاه بطاطس ومعاه بصل ومعاه كل حاجة على البوتاجاز. بسيبه كده حوالي 10 دقايق بس ياخد ويدي كده مع بعض برضو بالتوابل اللي انت بتحبيها. دي ترجع لك على حبك للتوابل. وبعدين بحط نص كوباية مية. تمام. وبعدين بقفله بالورق الفويل وعلى الايه، وعلى الفرن يكمل السوا بتاعه مع ايه، مع بقى اخواته المكرونه والبطاطس والفراخ والكلام ده. هنا كنا الحمد لله خلاص خلصنا بفضل الله، وطلعنا الممبار وحمرناه. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وتفعيل الجرس.
ونورتيني في قناتي، أهلا وسهلا بيكي. وعاوزة أقولك الأكل طلع في منتهى الجمال، حلو حلاوة، مش عايزة أقول لكم والله العظيم، طالما بتعملي بحب وبتعملي برضو حاجة كده حب لوجه الله، صدقيني الضيف اللي بيجيلك ده بيشيل كل الهموم وهو ماشي، وبياخدها وهو ماشي في الطريق، يعني بيجمع كل همومك وأحزانك في البيت، وبيدخل بدلها الخير